اقرأوا القرآن. والله أنا أضمن لكل مريض سواء كان بمرض جسدي أو بمرض شيطاني إذا قرأ البقرة كل يوم ولا سيما في جلسة واحدة ويقرأها بتدبر ستأخذ منه إلى 40 دقيقة، اجعلها في سبيل الله، سيشفيك الله ويذهب كل ما بك ولو كنت مسحورا. وكثير من الناس متخبطين بالسحر وهم لا يعرفون، وكثير من الناس متخبطين بالشياطين والمس وهم لا يعرفون. ابن القيم في زاد المعاد يقول لو كشف الغيب عن الناس لوجدنا أكثر الناس متخبطين بهذه الأرواح الشيطانية. هكذا يقول في زاد المعاد، وهذا والله حق وحقيقة. والسبب ما نقرأ الأذكار، ما نتحصن، ما نقرأ القرآن، نعرض عن كتاب الله، لا نحافظ عن الصلاة، لا سيما صلاة الفجر الذي يجعلها الله عز وجل لنا حصنا يعني في جماعة. كل هذه الأسباب تركناها، جاء الشيطان وجدك فارغ، لا سلاح لا قوة، دخل فيك وتسلط، ودخل إلى بيتك وتسلط، أكل طعامك ونام على فراشك ولعب بزوجتك ولعب بأولادك وأنت في غفلة. هذا والله الذي لا إله غيره أن هذا حق. وكثير من الناس لما نجلس معهم أقول له إيش الأعراض التي عندك؟ كل الأعراض التي تذكر عنده أعراض المس. بعضهم يخاف وأنت لا تريد أن تخيفه، وبعضهم طالب علم أو شيء تقول له أنت مبتلى، أنت عندك مس، اقرأ القرآن، اقرأ البقرة، حافظ على الأذكار. أكثر شيء يدمر الشياطين البقرة، الدعاء بصدق وتضرع بين يديه، قيام الليل ولو نصف ساعة قيام الليل قبل الفجر، هذه تدمرهم. حتى لو كان سحرا وتمكن منك لا يستطيع أن يؤذيك، لأن الساحر عندما يرسل هؤلاء الشياطين لماذا يرسلهم؟ إما لأذيتك، إما لتعطيلك، إما للفراق بينك وبين زوجك، إما لقتلك، إما لجعلك مجنونا. لو فعلت هذه الأمور وأنت قد أكلت السحر وقد دخلوا فيك، ممكن 5 ممكن 10 ممكن أكثر من ذلك، يجري مع الدم ويتغذى من الدم. تقرأ البقرة لا يستطيع أن يفعل شيئا مما أمره الساحر، ولو يأتي 1000 مليون ساحر و1000 مليون عفريت لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا. فهذه الأشياء، حافظوا على القرآن يا إخوة، اقرأوا البقرة، أكثروا من الدعاء، اجعلوا القرآن شفاء لكم، اشربوا ماء مقريا فيه الفاتحة والمعوذتين والزلزلة والكافرون والإخلاص، يشفيكم الله من هذه الأمراض.